الجزء الخامس من الباب الأول من كتاب لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. جذور القلب. في الثانوية العامة اتعرفت على علاء، الشاب الأسمر اللي مليان جمال ورومانسية وخيال وأحلام وطموح وأيضا حزن، خليط غريب ورائع من البساطة والقرب وروح الدعابة، لا تملك أمامه إلا التصديق والاحترام والحب. أصبحنا أنا وعلاء صديقين في يوم وليلة. كنت بعدي عليه في البيت كل يوم الساعة 7 الصبح علشان نروح المدرسة ونسمع أغنية علمي لإيهاب توفيق في طقس يومي متكرر ومتجدد في نفس الوقت، ونشوف في طريقنا الجميلة 65 اللي كان علاء بيحبها ومتيم بيها، وأنا عدي من تحت بيت 66 يمكن تكون واقفة في البلكونة. كنا عاملين شفرة كودية مرقمة للبنات. عشت مع علاء في بلدتنا الصغيرة مغاغة أجمل أيام عمري. دروس الثانوية العامة، الكتاب، أغاني وألبومات محمد فؤاد وعمرو دياب وحميد الشاعري وعاشق الساكس اللي كنا بنشتريها أول ما بتنزل ونسمعها فوق سطح بيت علاء على ضوء الأباجورة الصغيرة اللي جابها لي هدية في عيد ميلادي. كنا بنسافر أحيانا لبلد محبوبته الجميلة 65 ونلف حوالين بيتها شوية، وبعد ما نخلص نجمع شوية رمل من تحت البيت ونحطهم في كيس بلاستيك شفاف علشان يحتفظ بيه علاء جنب قصصه ومذكراته. علاء كان بيكتب قصص قصيرة حزينة لم تختلف كثيرا عن سيناريو حياته اللي افترق عن حبيبته وبلده وأيضا صديقه. تنسيق الثانوية العامة خلى علاء يروح كلية دار العلوم بالقاهرة، وأنا رحت كلية الطب بالمنيا، وبدأنا مرحلة جديدة في علاقتنا. بدل ما كنا بنتقابل كل يوم لساعات طويلة بقينا بنتقابل دقايق كل أسبوع في محطة القطر، هو واقف على رصيف قطر القاهرة وأنا واقف على رصيف قطر المنيا، نعدي لبعض بسرعة، نتكلم، نحكي ونودع بعض ونمشي. ما كانش فيه تليفون محمول، كنا بنكتب لبعض جوابات ورقية ونبعتها في البوسطة، اكتب له كل اللي حصل معايا طول الأسبوع فيما يخص الدراسة والبيت والحب، وهو نفس الكلام، لغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعده. مئات الخطابات خلال عشرات الشهور، كل جواب فيهم عبارة عن مجموعة دروس في العشق والعلم والبلاغة والطب والأحلام، ما زالت كلها محفوظة في صندوق صغير في بيتي وفي قلبي. زي أي علاقة صداقة بين اتنين، أنا وعلاء لما كنا بنتقابل كنا بنسلم على بعض بحرارة شديدة واحتضان قوي، كنا بنعبر عن الوحشة والغربة والاشتياق لأيامنا وحكاياتنا، كنا بنعد الأيام والليالي علشان نتقابل في الأجازات. لكن اللي لاحظته بعد شوية هو إننا ما بقيناش نشتاق لبعض زي الأول، ما بقيناش نعد الأيام والليالي، ما بقيناش نحضن بعض لما نتقابل. أنا عارف أنت بتفكر في إيه دلوقت، أكيد بتقول في سرك طبعا علاقتكم أصابها الفتور وغيرتها الأيام وتحولتم إلى أغراب. في الحقيقة لأ، مش ده اللي حصل، والعكس هو الصحيح تماما زي ما هتشوف بعد شوية. كل العلاقات الإنسانية على اختلافها بتمر بنفس أو بعض مراحل العلاقة الأولى والأهم في حياتنا، علاقة الطفل بأمه، واللي بتمثل المادة الخام لكل العلاقات الجيدة أو غير الجيدة التالية ليها. يعني علاقتنا الحالية مع الآخرين في حياتنا فيها شبه كبير ببعض تفاصيل العلاقة الأصلية القديمة بالأم. الطمأنينة والأمان والراحة اللي بنحسهم في علاقة طيبة بيفكرونا في عقلنا الباطن بالأوقات اللي كنا بنحس فيها بالقرب والاحتواء والشبع من الأم. التوتر والخوف والوجع اللي بنحسهم في علاقة صعبة بيصحوا جوانا القلق والرعب والألم اللي كنا بنحس بيهم لما الأم تبعد أو تزعل أو تقسو. المحللة النفسية مارجريت ماهلر قسمت مراحل علاقة الطفل بأمه لثلاث مراحل. كتير من الناس وأنا منهم بيشوفوا إن نفس الثلاث مراحل دول ممكن يتكرروا في معظم علاقات حياتنا، سواء السليمة أو المريضة. هستعرض هنا المراحل دي ببعض التفاصيل وهوضح الشبه بينها وبين بعض علاقاتنا وإحنا كبار. علشان ذكريات الألبومات والأغاني اللي بدأنا بيها الفصل وجوابات الفن والعلم المحفوظة في ذلك الصندوق الصغير، هستعين بأمثلة من بعض الأغنيات والأعمال الفنية والتجارب الحياتية، وبعدين نرجع لحكايتي مع علاء تاني. المرحلة الأولى اسمها مرحلة التوحد Normal Autistic Phase، من الولادة حتى شهرين. الطفل هنا مش بيكون عامل علاقة غير مع نفسه، تلاقيه في الفترة دي بيقضي معظم وقته نايم ملهوش دعوة بحد، كل علاقته بأمه هي الحصول على احتياجاته الغذائية منها وبس، بيستخدمها علشان يرضع ويشبع وبعدين يتبسط وينام وهكذا. هو عايش مع نفسه جوه نفسه، نفسه وبس. المرحلة دي مهمة جدا في النمو النفسي،
لأن الطفل فيها بيكون جواه كمية خوف ورعب ملهمش حدود من العالم ومن الناس ومن كل وأي حاجة حواليه بعد ما نزل من جنة عدن اللي كان فيها لمدة 9 شهور قبل الولادة. بيكون محتاج يفصل وينعزل ويحمي وجوده، يفصل نفسه عن هذا العالم المخيف المرعب المهدد لوجوده الضئيل الضعيف، ينعزل عن هؤلاء الأشخاص العمالقة اللي بيشيلوه ويحطوه دون أي إرادة أو مقاومة منه، يحمي نفسه حتى من مشاعر الجوع والعطش المؤلمة اللي عمره ما عرفها قبل كده. في المرحلة دي من النمو طبيعي يكون الطفل مخلوق نرجسي وأناني جدا، مش مهتم غير بنفسه، متوحد ومتحوصل حول ذاته، علاقته باللي حواليه هي علاقة استخدام واستغلال وشبع فقط. لو لاحظت هتلاقي ان نفس التفاصيل دي ممكن تكون موجودة في بعض العلاقات لما يكون طرف من الطرفين مش بيفكر غير في نفسه، مش مهتم غير بأحواله، غير مراعي لمشاعر ولا احتياجات الطرف التاني، غير مبالي بإصابته أو بجرحه، كأنه مش شايفه أصلا، أو بمعنى أدق مش شايف منه غير اللي يبسطه ويسعده ويرضيه، وبيستغله وبيستخدمه لمصلحته طول الوقت. النمط ده من العلاقات نمط طفولي، ما ينفعش حد كبير يكون ده شكل علاقاته مع الناس. ما ينفعش يبقى عندي 25 سنة وبعمل علاقة مع حد بنمط طفل عنده شهرين، شايف نفسي وبس، أنا الوحيد اللي ليه حقوق، أنا الوحيد اللي مهم يرضى ويتبسط وينام قرير العين، أنا أولى وأهم من أي حد وأي حاجة، والطرف التاني ملهوش لازمة، ملهوش وجود، ملهوش فايدة غير إنه يستهلك ويتحرق ويستنفد لآخر قطرة وآخر نفس. ده يبقى مرض، وللأسف موجود كتير. وصفته شيرين في كلمات أحد أغانيها: ما بتفرحش غير لفرحك، ما بتحزنش غير لجرحك، ما بتتعبش غير لصالحك، انت عايش ليك وبس. علاقة نكوصية توحدية مفيش فيها غير أنا ومن بعد الطوفان. علاقة ممكن تكون مفهومة ومبررة وإحنا أطفال، لكنها بالتأكيد قاتمة وقاتلة وإحنا كبار، وإنت عارف الباقي. المرحلة التانية اسمها مرحلة التكافل Normal Symbiotic Phase، من سن شهرين لغاية 6 شهور. هنا الطفل بيبدأ يقرب شوية من العالم ويخرج بره حويصلة نفسه ويفتح عينيه للخارج مش للداخل زي ما كان. ساعتها ما بيصدق يلزق في أول كائن يلاقيه قدامه، أمه. يلزق يعني يحس إن هو وهي حاجة واحدة، مفيش أي حدود نفسية أو حتى جسدية بينهم. يجوع ترضعه فورا كأنها هي اللي جاعت، بطن توجعه تحس بيه وتدويه كأنه حتة منها، يبرد تدفيه كأنها ساكنة تحت جلده، وهكذا. هو طبعا بيكون معذور لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطمنه وسط الرعب والخوف الرهيب من العالم اللي براه، أو بمعنى أدق دلوقت اللي براه هو وأمه. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحسسه بكيانه الوليد، تحسسه إنه موجود بس كجزء من وجود أكبر مع الأم، جوه فقاعة صغيرة فصلاهم هما الاتنين عن كل العالم خارجهما، بدل ما كان مفصول عن العالم في فقاعة خاصة بيه وحده. المرحلة دي طبيعية ومهمة ومفيدة جدا عند الأطفال في السن ده، بس برضو ما ينفعش تستمر أكتر من كده، وما ينفعش تكمل طول العمر، وما ينفعش نثبت عندها ويكون هو ده نمط علاقتنا مع الآخرين، خاصة اللي بنحبهم. لكن للأسف بنلاقي كتير من العلاقات بيحصل فيها كده بالظبط، وبيتكرر فيها نفس اللي بيعمله طفل عنده 6 شهور في علاقته بأمه. والمثل الأشهر على ده هو علاقة الحبل السري اللي وصفتها في كتاب علاقات خطرة، واللي بيقرر فيها اتنين إنهم يلزقوا في بعض ويكتفوا ببعض عن الناس وينعزلوا ببعض عن العالم ويقطعوا كل أواصر الصلة بينهم وبين أي حد غيرهم، ويلعبوا مع بعض لعبة أنا وإنت ولا حد تالتنا، لغاية ما يلفوا حوالين بعض حبل المشنقة، مشنقة التحكم والسيطرة والغيرة والخوف وذوبان الحدود. وفي الحقيقة كل واحد فيهم جواه طفل صغير مرعوب من الوحدة. شوف أصالة بتقول إيه في أغنيتها ملهمته الوحيدة: بحب أحس بجد لو قال يوم كلمة حلوة لأي حد الكلمة دي يبقى قصدني بيها. بحب أحس إني وأنا في غيبتي عامل ليا خاطر، وإنه عشاني بحياته وعمره خاطر، وما شوفهوش مرة قادر إن أنا أبقى في يوم بعيد. وأما يفتح دفاتره عشان يكتب خواطره بحب أحس إني بس ملهمته الوحيدة. طبعا أنا مش علق أنت. المشكلة إن الأغاني اللي من النوع ده منتشرة جدا ومشهورة جدا وبتعيش الناس في حالة هلامية من الرومانسية الخزعبلية الزائفة. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الافتراق والتفرد Separation Individuation Phase.
من سن 6 شهور إلى 2 سنين، ودي فيها 4 لقطات أو مراحل فرعية. في اللقطة الأولى من سن 6 شهور ل10 شهور بيكتشف الطفل إن أمه كائن منفصل بذاته، وإنها مش جزء منه زي ما كان متصور في المرحلة اللي فاتت. بيكتشف إنها ممكن تبعد وتبقى غير متاحة، وإنه ممكن أحيانا يحتاجها وما يلاقيهاش. بيكتشف إنها ممكن تتعب وتأثر وتعوز ترتاح، وإن ليها احتياجات زي ما هو ليه احتياجات بالظبط. بيكتشف إنه هو وهي 2 مش واحد، زي بالظبط وصف عمرو دياب وهو بيقول: تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي، خلاص ما بقينا 2، طول عمرنا عايشين روح واحدة، دلوقتي خلاص بقينا روحين. الاكتشاف ده بيصدم الطفل ويلخبطه، لكنه بعد شوية بيستوعبه ويقبل وجود حدود بينه وبين أمه، ويبدأ يستحمل بعدها. وبيساعده على ده وجود حاجة من ريحتها تفكروا بيها وتصبروا على غيابها، يعني تسيب جنبه شنطتها، لعبة بتلعبها معاه، البطانية اللي بتغطيه بيها، وهكذا. بيسموا ده transitional object، آخر انتقالي، زي الصورة اللي بيطلبها الحبيب من حبيبته عشان يبصلها كل شوية، وزي الوردة اللي بتحتفظ بيها الحبيبة من حبيبها، وزي المنديل اللي في أغنية عبد العزيز محمود اللي سابته له حبيبته قبل ما تغيب: منديل الحلو يا منديله، على دقة قلبي بغنيله، والنبي لحكيله يا منديله، في عينيا هشيله يا منديله. بعدها بشوية في اللقطة التانية من 10 شهور ل16 شهر بيبدأ الطفل يكبر ويتحرك ويلعب بعيد عن أمه، بس يرجع كل شوية يبص عليها ويطمن إنها موجودة. بتبقى بالنسبة له زي الوطن لحد ما اتغرب، مهما بعد يشتاق له، مهما سافر يرجع له، مهما راح مسيره يعود ليه. وهنا كلمات أغنية علاء عبد الخالق راجعلك بتعبر عن ده بوضوح شديد: راجعلك مدوب في قلبي الحنين، وجايب معايا غرام السنين، وبحلم ألاقي في يوم التلاقي شفايفك بتضحك لقلبي الحزين. الفن بيعبر عن العلم بشكل غريب. بعد كده بينفصل الطفل عن أمه نفسيا تماما في اللقطة الثالثة اللي هي من 16 شهر ل2 سنين، وبيبدأ يتعامل مع نفسه ومعاها على إنها كائن مستقل. ورغم إن ده بيسبب له بعض القلق والألم، لكنه بيساعده جدا في النضج والنمو النفسي السليم، ويساعده كمان في قبول الفقد لما يكبر، فقد الأحبة، فقد الأشياء، فقد الأماكن. الكلمات دي غناها علاء عبد الخالق لوالده المتوفي، وبيعبر فيها بدقة شديدة عن ألم الافتراق والانفصال. ايدي بتدور على ايدك وانا وسط الزحام، ايدي بتدور على ايدك وانا وسط الزحام، محتاجة اشوفك المسك، على كتفك الطيب انام. صوتك بيندهني مش عارف السكة، صوتك بيندهني ولا سبتليش عنوان، مش قادرة اوصلك، انت هتوصلي، محتاجة اشوف ضلك مايل على ضلي. ونوصل في الاخر للقطة الرابعة ابتداء من سن 2 سنين، اللي بيقدر فيها الطفل انه يتحمل غياب امه لفترات طويلة من غير ما يحس بالفقدان او الحرمان، لانه بيكون اخيرا قدر يكون جواه نسخة داخلية منها، نسخة حية بالصوت والصورة تطمنه وتطبطب عليه نفسيا في اثناء غيابها الجسدي عنه. وهنا بقى لينا كلام. في علاقات لينا واحنا كبار بتقف عند لقطة عدم تحمل البعد الجسدي للآخر، يعني ما تطمنش غير وانت موجود معايا، مرتاحش غير وانتي حواليا، سيبيلي حاجة من ريحتك تونسني، صورتك، منديلك، وردة من ايديكي، انام على صوتك في التليفون. طبعا دي حاجة رومانسية جميلة جدا، ومرحلة بتعدي بيها علاقات كتير، بس ما ينفعش اي علاقة تثبت عندها، وإلا هتكون علاقة طفل لسه متعلق بأمه. في علاقات تانية بتثبت عند لقطة اني بتحرك واروح واجي، بس ما ينفعش تبعدي عني قوي، او اني اتصل بيكي كل شوية اطمن عليكي، او اني ابدأ اخاف عليكي بزيادة. برضو دي حاجة لطيفة وبتمر بيها علاقات كتير، بس اللي يقف هنا هيكتف الطرف التاني ويحبسه في أم. في بقى علاقات تالتة ودي صعبة جدا، بتقف عند لقطة القلق الشديد من البعد، والخوف الكبير من الهجر، والألم الساحق من الانفصال، وده يخلي طرف متشعبط في الطرف التاني لدرجة انه ممكن يسمح له انه يؤذيه في مقابل انه ما يسيبهوش. او على الجانب الاخر واحدة تمنع نفسها انها تقرب من اي حد وتعمل معاه اي علاقة خوفا من انه يسيبها او يتخلى عنها في يوم من الايام. كل ده بقى كوم، واللقطة الرابعة دي كوم تاني لوحدها، وهي دي اللي أنا كاتب الفصل ده علشانها، لأنها أنضج مرحلة من مراحل العلاقات، وآخر سلمة في سلالم النمو النفسي، وأعلى درجة من درجات الصحة العلاقاتية. اللقطة اللي بيصبح فيها الوجود الداخلي للآخر اللي أنا في علاقة معاه ثابت وقوي ومتجذر،
للدرجة اللي تخليني متونس بيه وهو مش موجود، ومطمن بيه حتى في غيابه، وعايش مع حضوره النفسي الداخلي كأني عايش مع حضوره الجسدي الخارجي، واسمها العلمي Object Constancy، الثبات الداخلي للآخر. طيب، وإيه اللي يخلي حد وجوده جوايا ثابت وقوي ومتجذر للدرجة دي؟ أقولك، فاكر ال7 حاجات اللي موجودين في العلاقة الحقيقية اللي وصفتها في كتاب علاقات خطرة؟ هم دول اللي بيعملوا كده، إن الطرف التاني يجيد سماعك والإصغاء إليك، إنه يقبلك ويحبك ويحترمك دون شروط، إنه ما يحكمش عليك، إنه يقدر يحط نفسه مكانك، إنه يكون صادق ومخلص وما يمثلش عليك، إنه يهتم بيك في غيابك عنه، وإن العلاقة بينكم ما تكونش مقفولة عليكم وبس. ال7 حاجات دول لو موجودين في علاقتك بحد لفترة كافية هيزرعوه جواك زرع، ويقوموا بري وجوده داخلك بشكل يومي لا ينضب. طيب، وإيه فايدة وجود حد جوايا بهذا الشكل الثابت؟ يعني أنا كفلان استفدت إيه؟ في الحقيقة أنت استفدت كتير قوي، علشان الثبات الداخلي للآخر ملهوش علاقة بالآخر ده بس. يعني النسخة الداخلية من صديقك مش وظيفتها تخفف عنك غياب هذا الصديق فقط، لا، هي وظيفتها تخفف عنك غياب أي حد، وتهون عليك أي بعد، وتربط على قلبك وقت أي أزمة. الآخر الموجود داخلك بشكل طيب وقوي وثابت هو بمثابة مرهم ملطف يوضع على قلبك من الداخل، وكبسولة نفسية ممتدة المفعول تنطلق في شرايينك كلما احتجت إليها. يعني لما يعدي عليك وقت صعب، وجود آخر طيب داخلك ممكن يهون صعوبته. لما تكون متوتر ومشدود وأعصابك بتتحرق، وجود آخر حقيقي جواك ممكن يطفي نارها. لما الدنيا تضيق بيك وتبدأ بالتهاوي، جذور الآخر في قلبك تسندك وتحميك وتشد من أزرك. وجود حد جواك بالشكل ده ممكن يساعدك في تجاوز مشكلة مع حد تاني. شوف شيرين وهي بتقول: بكلمة منك لقيت كل اللي مش لاقياه، ولو في حد زعلني أنا مسامحاه، ولو في جرح أنا هنساه. هي دي الفكرة في العلاقة الشافية اللي دايما أتكلم عنها، وجود آخر طيب داخلك يغير لون العالم في عينيك. وهو ده السر في كل العلاقات الطيبة المغيرة، جذور الآخرين الطيبة الممتدة في القلوب. علمونا في العلاج النفسي إن مريضك مش هيخف غير لما تبقى موجود جواه ويبقى موجود جواك. ده بالظبط اللي حصل واللي مازال حاصل في علاقتي بعلاء. علاء هو أعز أصدقاء عمري وأغلى رفقاء حياتي. بشوفه دلوقتي تقريبا في السنة مرة، لكني بشوفه جوايا كل لحظة. بسلم عليه سلام هادئ رصين مليان سكينة، لأنه عايش معايا في بيتي النفسي. بتصل بيه في الشهر مرة أو مرتين، علشان إحنا بنتواصل يوميا عبر أثير الوعي والروح. دي مش حكايتي مع علاء بس، دي حكايتي مع ناس كتير: أبويا وأمي وإخواتي، زوجتي وأولادي، أساتذتي وتلاميذي، أصحاب وأصدقاء، مرضى ومتعافين، أحياء وأموات. وهي حكايتك أنت كمان مع كل اللي بتحبهم وعايشين جواك، أهلك وأصحابك وأحبابك، وكل الناس والكائنات والأشياء الموجودة جوانا بشكل ثابت ومستقر. وجود جميل وهادئ ولطيف يهون علينا البعد، يخفف عننا الوحدة، يؤنسنا وقت الوحشة، ويمسح دموع قلوبنا عند الفراق. والله لولا نعمة الثبات الداخلي للآخرين جوانا ما كناش استحملنا موت حد، ولا كملنا بعد فراق حد. إحساسنا بوجود آخر داخلنا واطمئناننا بيه دون أن نراه بيساعدنا نصدق في وجود ربنا ونطمئن بيه دون أن نراه. وطوبى لمن آمن ولم يرى. شفت قد ايه علاقتنا الأولى بالأم بتساهم في تشكيل علاقتنا التالية بالآخرين؟ شفت قد ايه العلاقة دي بتفرق حتى في علاقتنا بربنا؟ شفت؟ عرفت فالزم. لو يعلم الآباء والأمهات، لو يعلمون.